الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فقد جاء الإسلام بالتيسير على الناس، كما قال ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. ومن بعثته صلى الله عليه وسلم أنه وضع الإصر عن أمته. الإصر اللي هو التقل، لأن من كان قبلنا من كان يعق أباه أو أمه أو يشتمهما فيقتل. في شريعة بني إسرائيل كان هذا، أو من يعمل في يوم السبت يقتل. نحن نعمل في يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه الشرائع كان فيها الإصر. أما الإسلام شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاءت بالتيسير: بعثت بالحنيفية السمحة. تعال معي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في التيسير في بعثته مع أهله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام والناس قعود أمام بيته لا يأذن لأحد بالدخول، فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له رسول الله، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على رسول الله فإذا هو واجب مغضب، حاطط إيده على وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام كان غضبان، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله، لو سألتني بنت خارجة النفقة، طلبت مني نفقة يعني للبيت، لقطعت عنقها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا أبي بكر، يا أبا بكر، هن حولي، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يسألنني النفقة. عشان لما واحدة تقول لزوجها هات، دي طبيعتهم. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يسألنه النفقة. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة وقال: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة. وقام عمر إلى حفصة وقال: لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة. فقلنا: نحن لا نسأل رسول الله ما ليس عنده. احنا ما بنسألش النبي حاجة ما يقدرش عليها. وهنا نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. النبي بيخير نساءه. أول ما بدأ بمن؟ بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها. قال: لا يا عائشة، أسألك أمرا تستشير فيه أبويك. ما تاخديش كلامي الوقت، استشيري أمك وأبوك. فقال: لا ذلك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله،
أفيك أستأمر أبواي؟ اخترت الله ورسوله. أنا مش هسأل أمي وأبويا، أنا اخترت ربنا واخترت ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السيدة سودة بنت زمعة اللي هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت بدينة رضي الله تعالى عنها، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله لا تطلقني ليلتي لعائشة حتى أبعث يوم القيامة وأنا زوجتك في الجنة. أمنا عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أفيك أستشير أبواي؟ اخترت الله ورسوله، ولكن يا رسول الله لا تخبر أحدا بنسائك بالذي قلت. الاختيار بتاعي يا رسول الله ما تقولش لأي امرأة من زوجاتك إن أنا اخترتك. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها: يا عائشة إن الله تعالى لم يبعثني عانتا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ما ينفعش النبي، لأن النبي بعث بالتيسير عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة بتقول الكلام ده ليه؟ لعل واحدة منهن، كلهم طبعا اختاروا النبي، تختار الدنيا فتقل الليالي التي يبيت فيها رسول الله عندها. شفت بقى تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. من التيسير في الإسلام التيسير في المعاملات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. تعال معي إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى مني بعيرا وأمهلني حتى أقدم المدينة. البعير بتاع سيدنا جابر ده كان بطيء جدا ومزهق سيدنا جابر لدرجة ان هو كان عايز يسيبه ويمشي. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر هذا الجمل وتركه معه حتى يرجع إلى المدينة. قال: فلما قدمنا المدينة ناداني رسول الله: يا جابر، وأعطاني ثمن هذا الجمل. قال لي: خد الثمن بتاع الجمل بتاعك اهو. قال: فتركت الجمل وانصرفت، فجاء رسول الله خلفي بالجمل، فقلت: أغير رسول الله رأيه؟ ده أنا ما صدقت أخلص من الجمل. النبي جابه جالي تاني فناداني: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ الجمل وثمنه، الجمل بتاعك خذ وثمن الجمل هو لك كمان يا جابر. قال: فمررت على يهودي فقال: ماذا صنع بك محمد؟ قلت: اشترى مني الجمل وأعطاني، يعني خدت ثمنه واداني ليه الجمل تاني. فقال: اشترى منك الجمل وأعطاك ثمنه. شوف سماحة النبي في البيع والشراء. ده النهاردة الناس بتبيع الأراضي وبترجع في كلامها. ليه؟ أصل الأرض معرفش دخلت مباني. طب ما انت بعت وباركت واشتريت خلاص ده غد. ليه؟ عشان الدنيا؟ لا. انظر إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه لما اشترى أرضا من رجل وناداه ليقبل ثمن، اشترى برضاه بكم بكذا، قال له موافق، ثم لم يأتي إليه فقابله عثمان: لما لم تأخذ ثمنك؟ انت مش جاي تاخذ فلوسك ليه؟ قال: ما سألت أحدا إلا وقال قد ظلمك في البيع والشراء، اداك أقل من الأرض بتاعتها. انظر ماذا قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه. قال: لك أرضك ولك الثمن، اختار اللي انت عايزه. تاخد الأرض خدها تاني، عايز ثمنها خد ثمنها،
لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. ده بيبقى معاه الأوراق الرسمية ومش عارف ياخد الأرض للأسف الشديد. طيب أنت هتعمل إيه بقى مع ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا. وأقم الصلاة.